احمد مصطفى في ذمة الله، او الدكتور احمد مصطفى زي ما هو كان بيتمنى او كان بيحلم ان هو يتقال له ان هو يوصل ليوم حفلة التخرج بتاعته. احمد ربنا يرحمه، يعني اكيد وانت بتقلب في مرة شفت له فيديو، شفت له صورة، لان احمد كان موجود على السوشيال ميديا، ولكن كان ليه برضه فيديوهات حلوة جدا. ان هو كان بيعلم الناس ازاي تحب الصلاة، ازاي ما تفوتش الصلاة، ازاي تقرب في علاقتها اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. فهو كأن سبحان الله يعني كان بيسيب حاجة للناس تفتكره بيها، وحاجة كويسة يقابل ربنا برضو بيها، حاجات اللي هي تفضل دايما في ميزان حسناته. أحمد الله يرحمه توفى بطريقة، يعني هو كان عامل يعني مكان أو براند للملابس، فكان بيحلم إن هو يكبره. فكل اللي حصل إن هو تعب شوية في يوم، حس إن هو عنده شوية برد زي ما هو قال، فراح ان هو يكشف، وكتب كده، كتب يعني مش معقوله توفى من شويه برد، هو كان بيهزر. فاتفاجئ ان الدكتور قال له لا، هم دول مش شويه برد، هو للاسف اللي عندك ده التهاب رئوي. فربنا يرحمه ما كانش متوقع ان هيتقال له كده، وكان برضو بيتعامل مع الامر بشكل طبيعي، الا ان احمد امبارح اتوفى. وفاته كانت مفاجأة لكل الناس اللي هي موجودة على الميديا، وحتى الناس اللي بتتابعه، لان هو كان شكله مفيش اي مشكلة، شاب بيتمرن، شاب ما بيشربش حاجة، شاب ما عندهوش اي فكرة عن اي حاجة ممكن تتشرب توديه لحتة مثلا، لا ده هو راجل ملتزم، دكتور، يعني ما عندهوش حاجة تخليه يوصل لكده، ولكن إرادة ربنا سبحانه وتعالى. يعني لا اله الا الله، إرادة ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء. فعشان كده ايه اللي يخوف؟ ان الموضوع مش بعيد عن حد، ان انت لا يعني بتقول انا لسه صغير، لا طب ما ده شاب 25 سنه، لا اصل انا بتمرن، طب ما هو بيتمرن، لا اصل انا محافظ على نفسي وما بشربش حاجه، لا هو محافظ على نفسه وما بيشربش حاجه. فما تشوفهاش كده، اعمل النهارده حاجه تقابل بيها ربنا بكره، يعني حط في دماغك دايما ان اللي انت بتعمله النهارده ده هتقابل بيه ربنا بكره. ربنا يديكوا الصحة ويديكوا كل اللي بتتمنوه، ولكن احسبها كده، صدقني لو اللي انت شايفه بتعمله النهارده هتبقى انت مبسوط وانت بتقابل بيه ربنا بكره، حياتك كلها تبقى كويسه. هتمشي على حته ان الناس كلها شايفاك ان انت لا انت محترم، انت ما بتضرش حد، انت ماشي في سكه كويسه. خليك دايما شايف كده، شايف ان انت دلوقتي بتذاكر لامتحان جاي بكره، وربنا يكرمك اخر كرم عشان انت دايما حاطط ربنا في المعادله بتاعتك. فربنا يرحم دكتور احمد، ربنا يصبر اهله والناس اللي بتحبه، ورجعوا بجد لسكه ربنا، لان هي دي السكه اللي انت هتبقى دايما يعني ربنا حافظك فيها، ربنا بيكافئك دايما فيها، مفيش غيرها، هي سكه ربنا سبحانه وتعالى، السكه اللي هتمنع عنك اي حاجه وحشه. ربنا يحفظكم يا رب ويرحم دكتور احمد.